عشان ابطل اجرب على العربيات. يعني العربيه جابت مكنه بس المكنه طلعت جديده. انا قلت ان قبل ما برشح لك منتج بجرب تجربه عمليه عليه، وبعد استخدام لمده 10000 كيلو هنقل لك تجربتي بالكامل. المنتج هو ايزي اكسترا باور لوب. بيقولوا ان بيقلل الاحتكاكات والاصوات المزعجه بنسبه 71%. وزي ما انتم شايفين بعد ما كانت العربيه فيها كستوبانات وصوتها عالي جدا، دلوقتي الصوت هدي تمام. وقالوا برضو ان بيزود عمر الموتور 38%، ودي حاجه بقى في علم الغيب انا مش هقدر اقولها لكم دلوقتي. والمفروض ان بيزود القدره الحصانيه بنسبه طفيفه جدا اللي هي 4.8. وبالفعل اداء العربيه اتحسن كتير جدا. والمفروض انه بيحسن من استهلاك الوقود بنسبه 3.8. وزي ما انتم شايفين استهلاك العربيه نزل من 17.4 لكل 100 كيلو للرقم اللي انتم شايفينه ده، غير درجه الحراره اللي بقت منتظمه بشكل كبير جدا. الاحمر منه بيستخدم قبل ال 100000 كيلو، والازرق بيستخدم بعد ال 100000 كيلو، والاخضر ده بقى هو الاختراع الاعظم ده للعربيات الغاز. والعربيات الغاز دايما عمرها قصير، عمر المواتير بيتاثر باستخدام الغاز. المنتج ده بيطول عمر موتور الغاز وبيحسن اداؤه بنسبه 38%، وده بعد استخدام فعلي. واستنوا تجربه عمليه للمنتج بتاع الغاز على عربيات من الفولورز اللي عندي، وانا بدعو 5 تكون عربياتهم ما فيهاش اي مشاكل يروحوا يغيروا زيت ويجربوا المنتج وهم اللي يقولوا التجربه بنفسهم. سلام.